ما ينفعش يهل علينا الشتاء وما اعملهاش في البيت بصراحة، لانها حقيقي بتدفي. كمان هي قنبلة فوائد، مليانة بالفوائد. كل مكون محطوط فيها حقيقي مليان بالفوائد. النهاردة هنعمل مع بعض المحوجة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى تجربوها بطريقتي. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من الدقيق الابيض المنخول. تمام، هضيف عليه نص كوباية من الحلبة المغات او الحلبة المحوجة او القرطاز، دي كلها اسماء متعارف عليها عند العطارين. نزلت عليها كمان بنص كوباية من جوز الهند، كان عندي جوز هند محمص، حطيت نص ابيض ونص محمص. كمان نزلت بربع كوباية من السمسم، ربع كوباية من حبة البركة، معلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر. قلبت بقى المكونات بتاعتي دي كلها مع بعض، بعدين ركنتهم على جنب. جبت بقى بولة تانية كده وحطيت نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ عادي جدا. كمان نزلت عليها بنص كوباية من الزيت. كمان نزلت عليهم بتلات ارباع كوباية من السكر البودر، طبعا يكون منخول مفهوش اي تكتلات. وهبتدي اقلب فيهم كده بمضرب سلك لغاية لما السكر بتاعي يدوب تماما. انزل بقى عليه بالمكونات الجافة بتاعتي اللي احنا خلطناها مع بعض. هبتدي بقى اقلب كده الاول بالاسباتيول، بعدين ارفع الاسباتيول بقى بتاعي وانزل بقى كده بايدي وابتدي ابس الخليط بتاعي كويس قوي، كأننا بنبس عجينة كحك بالظبط. تمام، هجيب بقى نص كوباية من العسل الاسود كده وهبتدي الم الخليط بتاعي، بس مش هعجن ابدا، باطراف صوابعي كده زي ما انتوا شايفين. ابتدي اشرب المواد موجودة عندي كده بالعسل الاسود كويس جدا ولكن بدون عجن. هختبرها بقى بان انا اخد شوية كده من العجينة او من خليط العجينة واضغطها كويس قوي في ايدي، بعدين افركها تتفرك معايا زي الرملة المندية كده بالظبط. كده هو ده القوام المظبوط. بعدين بقى هجيب صاج فرن مقاس 30 في 40 وانزل بالخليط بتاعي كله كده فيه وابتدي اسويه بايدي بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. تمام، بعدين اضغطها كده بايدي، بعدين انزل كده بالعجلة بتاعتي اساوي الوش بتاعها. دي اسهل طريقة بصراحة. وكمان اجيب معلقة اساوي الحروف عشان مفيش اي حاجة تتحرق معايا في الفرن. بعدين اقطعها بقى، ولازم طبعا نقطعها قبل ما تخش الفرن على شكل صوابع كده طول وبعدين عرض. تمام، بعدين في الوقت ده هكون بسخن الفرن بتاعي على حرارة 200. هدخل المحوجة بتاعتي على الرف الأوسط، هتقعد معايا من 12 ل 15 دقيقة، مش أكتر من كده خالص خالص، عشان ما تطلعش معايا معضمة وناشفة كده وطعمها يبقى مش أحسن حاجة. تمام، أول بقى ما تخرج من الفرن بتبقى طرية، هعيد على التقطيع بعدين أسيبها تبرد.